يا ترى يا دكتور اقدر اشفط كام لتر في عمليه شفط الدهون؟ يا دكتور انا عندي دهون كتيره جدا في جسمي وعايزه اشفطها كلها. يا دكتور انا بنت خالتي عملت عمليه شفط دهون وشفطت اكتر من 20 لتر في مرحله واحده. يا جماعه انا عايز اقول لكم ان المعايير الدوليه اللي ليها علاقه بعمليات شفط الدهون بتقول ان شفط الدهون الامن المفروض ما يعديش 5 لتر في المرحله الواحده. 5 لتر؟ اه 5 لتر مش 20 و25 و30. عايز اقول لكم ان في حاجه تانية اسمها ميجا لايبوسكشن، او شفط الدهون اللي بنشفط منه كميات اكتر شويه من الخمسة لتر. وده بيستلزم ان المريض يكون حالته الصحيه كويسه جدا. المريض بيعمل العمليه في مكان مجهز باجهزه كويسه جدا واجهزه كفاءتها عاليه جدا. ان الالات نفسها او الادوات اللي احنا بنستخدمها في شفط الدهون تكون ادوات عاليه الكفاءه. ان الدكتور نفسه اللي بيعمل العمليه لازم يكون عنده خبره عاليه جدا في مجال جراحه التجميل ومجال شفط الدهون. مع كل الحاجات دي الميجا لايبوسكشن ما بيعديش من 10 ل 12 لتر، مش 20 ولا 30 ولا 35 لتر. ده ممكن نعمله في حاجه واحده بس، لما نكون عايزين نشفط هواء ونعبيه ببطمانات، مش نشفط دهون.